اسبوع فات طلع علينا الواد المجنون رئيس كوريا الشماليه اللي اسمه كيم يونج ده، وقال انا عندي زر كبير في المكتب بتاعي. انا سكت ما اتكلمتش وما رضيتش ارد ولا اعمل فيه. راح طلع المجنون التاني اللي اسمه ترامب، اقول له انا الزر بتاعي اكبر من زرك. فاول ما اتنين المجانين يطلعوا ويتباهوا ويتفاخروا بالزراير بتاعتهم، لا انا ما اسكتش بصفة المجنون الثالث وبصفة صعيدي. فانا الزر بتاعي اكبر من زركم انتوا اتنين، والزر الصعيدي معروف يعني. وانا اتحداكم انتوا اتنين نطلعوا قدام العالم وكل واحد يطلع زره ونقيسه بالمتر ونشوفوا زر مين اكبر من زر التاني. فاحترموا نفسكم. اذا كان انتوا عندكم زراير نووية فالزر بتاع الصعيدي زر يعني زر مشهور والعالم كله عارف يعني ايه الزر الصعيدي يعني. وانا اتحداكم ان حد يطلع قباله ونعملوا مناظرة قدام الناس ونجيبوا متر ونقيسه شوفوا زر مين اكبر من زر التاني. فاحترموا نفسيكم وبطلوا قلة ادب يعني. رغم ان في واحد صعيدي يعني قاعد يعني اتكلم على الزراير، لا من ما توصل الموضوع لحد الزراير يبقى ستوب. ما تنسوش ان في واحد صعيدي الناس كلها عارفه زره يعني.